أهلا ومرحبا بكم. نبدأ النهاردة إن شاء الله تاني حلقة تقريبا في موضوع الكتابة المصرية القديمة، اللي بنشرح فيها الفكرة عن الكتابة المصرية القديمة، الفكرة القديمة اللي كتبوها المؤرخين اللي تقريبا كانوا مواكبين في مرحلة أخيرة للكتابة المصرية القديمة. يعني ديودورو الصقلي مثلا، كليمنتس سكندري، الواحد منهم كان في المئة الأولى، ديودور الصقلي. كليمنت اسكندري كان في نهاية المئة الثانية أول المئة الثالثة الميلادي طبعا. فكانت الكتابة المصرية إلى حد ما زالت حية وموجودة، مش حية بالمعنى البلاغي بتاعها يعني في قمة مجدها، لكن كان ما زال بقاياها موجودة. حتى الأباطرة الرومان، مش اليونان، الرومان كانوا في الفترة دي موجودين، كانوا بيكتبوا أسمائهم بالحروف المصرية القديمة. احنا قلنا في الحلقة اللي فاتت ان مهم جدا ان احنا نعرف ان الرمز لا يستدعي حرف. ما كانش فيه رمز مثلا النسر او الصقر او كده وده كان بيستدعي حرف A B C D، لا ما كانش كده. المؤرخين القدام قالوا ان الامر ما كانش كده. المؤرخين القدام اللي كان وقت الكتابة ده ما هو موجود عندهم قالوا ان الكتابة مش كده، وبالتالي كانوا بيقولوا ان الرمز او الحرف ده بيستدعي معنى في النفس، هم حافظينه وهم عارفينه، والكهان والناس ديت مدركين لهذا المعنى في النفس، بل ان المعنى ده بياخد صور متعددة، مرة شمال مرة يمين مرة كده. بيقولوا يحول ويبدل ويغير حسب ايه بالنص كده، حسب الوسيط المتاح لي في النص. يعني ايه الوسيط المتاح لي في النص؟ بيقصدهم حسب المخصص. عشان كده المخصص مهم جدا. مرة نشوف عبارة مرسوم فيها مركب ونقول ده اسمه، احنا عارفين مدركين ده مخصص للجزء ده. طب لو كان النص ده صريح في العبارة بيقول مركب، برسم انا مخصص ليه؟ ما نجيب مخصص ويحط نيل، علامات سنان المنشار 3 فوق بعض. ليه بيحط النيل 3 منشار فوق بعض؟ ليه بيحط الاسنان دي فوق بعضها؟ عشان بيقول لي انا بتكلم على النيل. مرة يحط واحد بيحارب، ما هو لو كان النص بيقول حرب ومعركة وقتال ما كانش حط الرسمة بتاع الراجل اللي بيحارب، ما هو النص واضح وصريح. او لو كان الراجل اللي بيحارب هو كامل النص، يعني هو كامل النص ان الراجل بيحارب، ما كانش في داعي لبقيه الكلام. يعني انا لما اجي اروح على المعجم والاقي ان في المعجم كلمات بتقول مثلا بيشوف المخصص ويقول لي نار، طب والباقي؟ طب ما المخصص قال نار، طب والباقي؟ يشوف المخصص ويقول لي معركه، حرب، مياه، ظمآن، عطشان. طب المخصص قال الكلام ده، انت بتشرح لي المخصص، انت بتحكي لي عن المخصص، انا عايز الكلمات دي بتقول ايه. وعشان كده نحن لما تهنا في معاني الكلمات وبدأ المنطوق بتاعها يبقى شاذ جدا ومتعب، رحنا نشوف الناس القدام بيقولوا ايه. علشان كده لقينا كلمات معبرة جدا. يعني ديودور الصقلي في كتابه الرائع المكتبة التاريخية بيقول بالنص كده: لا يعبرون بالمقاطع المركبة. وبيشرح الكلمة بتاعته مش مقطع مركب كده هو ده الموضوع، بيشرح بيقول: بل بدلالة الأشياء المصورة وبالمعاني أو بالمعنى المجازي لها، وأن هذا المعنى يطبع في الذاكرة بالممارسة. المعنى ده مطبوع في الذاكرة بالممارسة، معنى العلامة مطبوع، حافظينه زي ما كان بيقول كتبهم في الفم، حافظينها. الكلام واضح. كلمة تانية، عبارة تانية لنفس ديودور الصقلي بيقول ايه: ان هناك معرفة وسيطة بين الرمز والمعنى. ايه المعرفة الوسيطة بين الرمز والمعنى؟ في معرفة وسيطة بين الرمز والمعنى. الرمز ده مش ألف مش ب مش جيم، الرمز ده معنى. ليه المعرفة الوسيطة بين الرمز والمعنى؟ عشان تحكي لنا الحكاية اللي المعرفة الوسيطة عايزة تقولها عن الرمز. عشان كده بيقول لك بيغيرون ويحولون ويبدلون، عشان كده بيقول ان هم بيعملوا الكلام ده. وده اللي خلانا انا شخصيا احط الحلقتين دولت ويمكن اللي جايه كمان، ان احنا بنشرح ان الرمز ده ما كانش حرف الف ب ج د. الرمز ده كان معنى كامن في نفس الكاهن او نفس الحامل للشعار، لانه كانوا بيوصفوا الموقف بان في رمز مرفوع يحمله الكاهن، وراه واحد يحفظ كتابين مقدسين، كتاب الملك وكتاب عن مش عارف ايه، وراه ناس حافظين ايه، والفلكي موجود والدنيا عايشه، لكن كان متقدمهم برمز تاني. بنقول عندما كان الكاهن المصري يرى العلامة
هل كان يرى مجرد شكل له معنى مختصر؟ يعني السؤال لما كان ده الكلام ده برضه عند ديودور الصقلي، العنوان بيقول لما كان الكاهن المصري بيرى العلامة كان بيشوف فيها النسر مثلا أو الصقر أو علامة من العلامات الموجودة، كان بيشوف A B C D، كان بيقول نسر، بيقول صقر، كده خلصنا. أم أن العلامة تفتح في ذهنه معرفة محفوظة، قصة، صفة، عقيدة، نشيد أو نص كامل. ديودور الصقلي بيقول إيه؟ معنى العلامة يثبت في الذاكرة بالممارسة. كل علامة لها معنى، وكل معنى يثبت في الذاكرة بالممارسة. طب لو رحنا في إطار الجزئية ديت لكليمنت في كتابه اللي هو كليمنت السكندري الإس الرومانية دي، كتابه اسمه ستروما أو المتفرقات، بيقول بالنص: المنشد يتعلم أناشيد الآلهة، الكتب في فمه حفظها، الكتاب المقدس لابد أن يتعلم بالهيروغليفية اللي هي رموز. في المصادر اليونانية والرومانية الاثنين أجمعهم على أن الشكل أو الرمز لا يساوي حرف واحد فقط، بل إن كل علامة لها معرفة كهنوتية، لها نصوص محفوظة، لها أناشيد، لها صلوات، لها أسرار، لها تفسير رمزي. كلمة على العلامات، فما هياش نصوص جامدة ولا حروف جامدة. نرجع تاني لكليمنتس اسكندري، بيقول الإنشاد والكتابة المقدسة هما داخل مؤسسة معرفية واحدة. بيقول هل يمكن أن وراء الرمز حكاية؟ عنوان في كتابه، ممكن يكون وراء الرمز حكاية؟ بيقول نعم، وضرب أمثلة كبيرة منها الصقر، وقال إن الصقر ممكن يستدعي السرعة، وقال إن الصقر ممكن يستدعي كذا، وإسقاط الصقر على كل حكاية من الحكايات بتستدعي الوسيط اللي هو المخصص. أي أنك لكي تصل من الصورة إلى المعنى تستحضر شيئا تعرفه عن حياة الطائر وصفاته ومعلومات داخلة في نفسك. يبقى كل رمز ليه معلومات وله صفات داخلة في نفسك أنت، المفروض أنك بتستحضرها لما تشوف الرمز وتبدأ الإنشاد وتبدأ الحكاية. مش كان الرمز بيؤدي إلى حرف، كل رمز له حكاية، كل رمز له معنى. وده اللي احنا حاولنا ندور عليه ونستنتجه من الواقع الفعلي للرمز، وبدأنا نشوف الرسومات ونشوف الرمز ونشوف اسم الرمز ده على الطبيعة بيقول ايه، وبدأنا نوصل لحقائق معينة، خليها مش حقائق، لنظرية معينة، لأن المعرفة بتبدأ بافتراض ثم نظرية ثم حقيقة. خلينا دلوقتي في مرحلة إن احنا بنبني نظرية، خلينا بنفترض إن احنا في مسائل النظرية وبنحاول تطبيقها على 100 على 200 على 300 على 1000 على كامل المعجم. إن صحت مع كامل المعجم احنا بنتكلم في حقيقة. عند ديودور الصقلي استنتاج من مجمع كلام ديودور الصقلي، مش نص كلامه، استنتاج. بيقول هذا الاستنتاج مننا احنا او من كلامه بتصرف، اما اللي فات كان كلام حرفي، لكن الان كلام بتصرف. بيقول لم تكن العلامة عند الكاهن شكلا يساوي كلمة، بل مفتاحا يستدعي من ذاكرته عبارة محفوظة، قد تكون هذه المادة صفة أو عقيدة أو قصة أو نصا أو نشيدا. أنا حاولت ألخص كذا صفحة كده. المهم إن أنا يعني بحاول أختصر بشكل كبير المعاني ديت، بحاول ألمها، لأن بقى فيه يعني الناس يعني مش بيرتاحوا قوي لمعنى الحلقات الطويله وبيملوا منها وبيزهقوا منها، فاحنا بنحاول نختصر ونوصل المعنى اللي احنا عايزينه. علشان كده انا لما جيت في اخر حلقه عملتها عن طائر النسر قلت فيها ليه تكمله، وما رضيتش احط الجمله كامله عن طائر النسر، لان لو هي اتحطت كامله الناس هيقولوا ايه الكلام الكتير ده احنا اتعودنا نحفر عن طائر النسر انه حرف الايه، انت بتحطه لي في حكايه. فانا عشان كده لجأت للحلقات دي، لان هو فعلا الرمز حكايه. ولما نيجي نشوف طائر النسر ونلاقي مثلا بيقرا كلمه اسكندر وبيقرا بلد اسمها دندره وبيعبر عن معنى الثالوث، ولسه بيعبر عن معنى الناصر او النصير، ويعبر عن معنى الحرب، وكل مخصص بيجي مع طائر النسر بيوديه في حكايه تانية، لسه هيروح لمعنى الصرح ومعنى رؤيه النجوم والكواكب، ولسه هيروح في حكايات كبيره هنقولها ان شاء الله يمكن بعد ما نخلص التقدمه على ان الرمز هو عباره عن حكايه. لكن انا كنت مضطر ان انا اقدم لكده
لان لما جيت احط مثلا العلم، والعلم حكى حكايه طويله قوي اللي هو اللي بيسمى في الترجمات شامبيلون نتر او نثر. بيحكي حكايه طويله في الترجمه او المعاني اللي احنا وصلنا لها. في اعتراضات حصلت، ايه الكلام الكتير ده؟ فبدات ارجع تاني من الاول ونبسط الموضوع. وبعدين لما جيت عند النثر ما رضيتش، ما حبيتش، مش عارف اكمله. الحقيقه انا مش عارف اكمله لانه عبارته هتبقى كبيره شويه. عشان كده احنا لجأنا لمثل هذه الحلقات عشان نقول ان الرمز عباره عن حكايه تحكى، وده بشهاده القدماء. المره الجايه في شهاده مهمه جدا جدا قالها افلاطون، رائعه. وكان افلاطون في المئه الرابعه والخامسه قبل الميلاد، يعني كان قريب جدا من الكتابه المصريه القديمه. قال كلام حلو قوي عن الموضوع ده. هنروح لافلاطون ونشوف حكايته كانت بتقول ايه. وبرضه هو في النهايه هيؤيد نفس الفكره بتاعتنا، بس يهمنا ان احنا نعرف ايه حكايه كلام افلاطون. شكرا لكم.